ما تحجزش معايا ولا انتجريتد ساينس ولا فيزيكس. تعال اقول لك ليه من بق مهندس. بالنسبه للناس اللي عايزه حجز السنتر، هضطر كل مره اعمل لك كويز صغنطط كده عشان اطمن عليك في المره اللي قبليها. طب وبعدين هدخل على الشرح، هشرح بس مش هشرح، مش هيفهم ايه اللي بيحصل جوه ده غير اللي هيجي ويحضر. مش هنتكلم في الموضوع ده. طب بعد ما تروح هنذاكر من نفس الكتاب اللي بنشرح منه وانت قاعد في المحاضره فاتحه قصادك. تفاصيل الكتاب ده هننزله فيديو لوحده. طب بس كده؟ لا، مضطر اعمل لك فيديو شرح تاني على المنصه عشان انت لو وانت قاعد في السنتر سرحان مش فايق مش مركز، تروح يبقى معاك الشرح تاني في فيديو تدخل تتشيك على اللي انت عايزه. طب بس كده؟ لا، هتلاقيني مضطر انزل لك الاسئله بتاعه الهوم ورك على المنصه عشان حضرتك تحلها وتعرف درجتك، وانا كمان اقدر اعرف درجتك وتابعك. طب بس كده؟ لا، مضطر انزل لك فيديو بتاع حل الهوم ورك عشان لو في حاجه وقفت معاك في الهوم ورك انت مش قادر تفهمها حتى لو معاك الجايد انسر تعرف هي اتحلت ازاي. وهضطر بقى نعمل الكويزات والامتحانات دي، نشوف في الاخر بقى اوائل الكويزات والامتحانات دي ونكرمهم. طب حضرتك دلوقتي انترستد عايز تحجز اونلاين مش سنتر، تعال اقول لك برده ليه ما تحجزش اونلاين. في حته الاونلاين دي حضرتك مش قاعد قصادي، فلازم لما اجي اعمل لك الفيديو بتاع الشرح يبقى فيديو متميز جدا ومختلف جدا ومدروس بطريقه مختلفه خالص، كاني قاعد معاك على مكتبك وبنشرح وبنذاكر سوا. الموضوع متعب شويه. بس كده؟ لا، هضطر بعد كده خليك تحل الهوم ورك برده على المنصه عشان انت تعرف درجتك واعرف اتابعك. طب بس كده؟ لا، ومضطر برده انزل لك فيديو حل الهوم ورك عشان وانت بتحل السؤال اللي انت غلطان فيه عايز تعرف انت غلط ليه، تلاقي الشرح بيقول لك السؤال ده انت غلط ليه. لو لسه مصمم بقى على الحجز، سواء انت طالب انتجريتد ساينس اولى ثانوي دفعه البكالوريا او انت طالب فيزيكس، هتلاقي تحت الفيديو ده في الديسكربشن الفورم بتاعت حجز اولى ثانوي انتجريتد ساينس والفورم بتاعت حجز الفيزيكس ثانيه ثانوي. بالنسبه للطالب بتاع ثالثه ثانوي فيزيكس، كده كده انت عارف السيستم بتاعك وعارف ان انا كده كده مش بقبل اي طلاب جداد للاسف في ثالثه ثانوي على طول الا لما يكون معانا في ثانيه ثانوي. فكده كده على الجروبات هتلاقي ثالثه ثانوي نازل لك كل التفاصيل. ليه ما بنقبلش ثالثه ثانوي؟ عشان احنا بنلعب الفيزيكس في ثانيه ثانوي بطريقه مختلفه خالص. فحضرتك لو نيو كامر جاي تدخل على الثالثه ثانوي على طول، في حاجات كتير قوي في النص هتقعد كتير قوي مستغربها، فمش من مصلحتك. بفكرك احنا مش بنشتغل معاك عشان انت بس تنجح في الامتحان او تعرف تحله خلاص. احنا بنأسسك سواء في اولى ثانوي لسنه ثانيه وثالثه ثانوي، وانت في ثانيه ثانوي بنأسسك لثالثه ثانوي والمراحل اللي بعد كده، سواء داخل كليات الهندسيه او سواء داخل الكليات الطبيه. بنلعب الساينس والفيزيكس بطريقه مختلفه خالص. challenge yourself and good luck.